السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. تعالوا نعمل وصفة حلا سهلة وسريعة جدا بدون فرن أو بيض أو دقيق، كمان بدون ما نستخدم فيها أدوات كتير. هنحضرها كلها في كسرولة واحدة. وصفتنا هي حلا السميد بالبرتقال. وصفة لذيذة جدا في 10 دقايق وهكون مخلصينها. مش هطول عليكم كتير، هنسمي الله ويلا بينا نبدأ مع بعض. في البداية حضرت كسرولة وهحط فيها كوبايتين من عصير البرتقال، عليهم ربع كوباية من السكر، طبعا السكر بيكون حسب الرغبة. عندي كمان 4 معالق كبار من النشا. هقلب النشا مع السكر كده لحد ما يدوبوا الاول على البارد، بعدين برفعهم على النار. بستمر في التقليب لحد ما القوام عندي بيبدأ يغلي ويتقل. اول ما بيغلي ويبدأ يطلع بابلز بالشكل ده بطفي النار على طول. بعدين هتجيبوا قالب او اي صينيه عندكم وهتدهنوها بفرشه من الزيت وهتصبوا فيها الخليط وهو لسه سخن، علشان ما يعملش معاكوا قشره من فوق فصعب ان انتوا توزعوه بعد كده في الصينيه. بعدين هسيبه يبرد على جنب من غير ما ادخله التلاجة. هحضر بعد كده الطبقه التانية في كسرولة وهحط كوبايه من سميد البسبوسه. عندي كمان كوبايه من السكر. باضيف عليهم بعد كده لتر من الحليب. طبعا بيكون حلو جدا لو ضفتوا عليها كمان معلقة صغيرة من الفانيليا، بس انا في الوقت ده ما كانش عندي. هرفعهم على النار واستمر في التقليب لحد ما القوام عندي بيبدأ يتقل. اول ما هتلاقوه وصل للشكل ده وبدأ يتقل معاكوا كده ويشرب السوائل كلها، على طول بتطفوا النار وهتضيفوه على الطبق اللي احنا عملناه مع بعض. وزعوه كويس جدا واهم حاجة يكون بالراحة علشان ما تجرحوش الطبق اللي تحت. بعد ما وزعته كويس هسوي الوش بتاعها من فوق، بعدين هدخل الصينية التلاجة مدة 4 أو 5 ساعات علشان القوام عندي يتماسك. طلعت الصينية من التلاجة بعد ما عدى 5 ساعات. تعالوا بقى نقلبها مع بعض ونشوف شكلها عامل ازاي. ما شاء الله شكلها حلو جدا ويشجع اي حد ان هو يجربها ويعملها. كمان الحلو في الوصفة دي ان المقادير بتاعتها بسيطة جدا، يعني هتلاقوها متوفرة في اي بيت. لو انتوا بقى بتحبوا العصاير الفريش والبرتقال هتعجبكم اوي الوصفة دي. تعالوا نقطعها مع بعض ونشوف التماسك بتاع القطع من جوه عامل ازاي. ما شاء الله متماسكة جدا، مفيش طبقة فصلت عن الطبقة التانية. كمان الطعم كان تحفة، التسكيرة الموجودة في السميد مع المزازة الموجودة في طبقة البرتقال عاملين ميكس مع بعض حلو قوي. بجد لو انتوا بتحبوا الوصفات السريعة اللي متاخدش وقت ومكوناتها بسيطة، انصحكم جدا تجربوا الوصفة دي. يا رب تكون وصفة سهلة عليكم، ولو عجبكم فيديو النهاردة متنسوش تعملوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد من الفيديوهات. اشوفكم في وصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.